اخر 2022 نزلت فيديو لايف كده بعنوان لو مش راضي عن صحتك اتفرج على الفيديو ده، ولقيت الفيديو ده عمل انتشار واسع جدا، ويعني فهمت ان غالبا ناس كتيره مش راضيه عن صحتها. فمع الاسئله اللي جات لي على الفيديو قررت ان انا اقدم في 2023 سلسله بعنوان 5 لصحتك. السلسله ديت فيها بشارك الحاجات اللي انا عملتها عشان اهتم بصحتي. من اول ما تميت سن ال40 كده عملت عهد مع نفسي ان من ال40 ل50 تكون صحتي اولويه، وعملت بقى حاجات مختلفه خلال ال7 سنين اللي فاتوا من ال40 لغايه ال47 دلوقتي عشان اهتم بصحتي. ففي السلسله ديت بشارك الحاجات اللي انا عملتها، بشاركها على مستوى شخصي، على نطاق شخصي. انا مش طبيبه ومش متخصصه، احيانا بيجي لي كومنتس على الفيديوهات اللي بنزلها، فانا يعني برد على الحاجات اللي في نطاق علمي، اللي في نطاق محتاجه متخصص بطلب من الناس ان هي تروح لمتخصص. فمن الاول لو انت ده سؤال حد محتاجه المتخصص هتحتاج ان انت تسال متخصص، ما تسالنيش. طيب انا الحاجه اللي انا عايزه اشاركها معاكم النهارده هي فكره العمود الفقري بتاعنا. انا في وقت معين كان ظهري تعبان جدا، ظهري كده كانها من النص كده فوق وسطي كان بيبقى بيوجعني الم شديد. الالم دوت خلاني ان انا مش نافع ان انا اسوق. لما رحت للدكتور طلب مني ان انا ابطل سواقه وان انا اخد راحه، وابتديت كده افكر هو انا ايه اللي مسبب لي الالم. لقيت ان احد الحاجات ان انا بقعد لمده ساعات طويله على المكتب. وقتها كنت بشتغل موظفه في مدرسه، بشتغل مدرسه يعني، ووقتها كنت بقعد ممكن ساعات طويله يا اما بقف ادي حصص، يا اما بقعد مده كبيره قوي. فالنتيجه ايه؟ نتيجه ان ظهري بقى تعبان. فبقى عندي مشكله ان انا محتاجه ان انا ده ابطل سواقه، وان انا مثلا اخد بالي ان انا ما اشيلش حاجات تقيله. وقعدت فتره كده اتعالج لغايه لما بقيت فاهمه ان انا محتاجه ان انا اعمل توصيات معينه او حاجات معينه اعملها عشان اتجنب اصلا ان انا ظهري يتعبني كده. فده كانت مشكله واجهتني في ظهري. بعد كده مشكله تانية واجهتني برضو في العمود الفقري، كانت مشكله ان انا كانت كوعي واجعني جدا. وانا وقتها كنت تخيلت مثلا ان انا ممكن اكون شلت حاجه زياده او مثلا عملت حركه غلط. لما رحت كشفت الدكتور وقتها قال لي هو مش كوعك هو اللي فيه المشكله، هي رقبتك هي اللي فيها المشكله. وبالتالي لقيت ان انا مشكله تانية جات لي في العمود الفقري برضو، في اعلى بقى العمود الفقري كده في الرقبه. كانت بسبب ايه؟ بسبب برضو ان انا ممكن ان انا بقعد قاعده مش مظبوطه قدام المكتب. فدعوتي لينا النهارده او الحاجه اللي انا بشاركها في 5 لصحتك ان احنا كتير مننا بيقعد، سواء بنقعد في مواصلات او ممكن بنقعد في البيت او بنقعد نتفرج على التلفزيون او بنقعد نذاكر او بنقعد نشتغل. القعده نفسها دي لو احنا مش قاعدين ظابطين نفسنا صح هيؤدي الى ايه في المستقبل او في قدام؟ هيؤدي ان احنا صحتنا مش هنبقى راضيين عنها، هيبقى عندنا وجع في كوعنا، وجع في رقبتنا، وجع في ظهرنا. فالنتيجه ان احنا محتاجين ان احنا ناخد شويه توصيات كده تساعدنا ان احنا نحافظ على ظهرنا وعلى العمود الفقري. ايه التوصيات اللي انا عملتها اللي بناء على الدكاتره طلبوها مني بقى؟ مثلا دكتوره العلاج الطبيعي لما انا قلت لها لما ابتدت تعمل لي علاج طبيعي عشان كوعي بتعبني واللي هو اصل المشكله في رقبتي، فهمتني ان انا محتاجه دايما لما اكون قاعده على مكتب اكون سانده كوعي الاثنين، ما يبقاش كوعي كانه طاير في الهواء. فبقيت اركز ان انا وانا قاعده محتاجه ان انا اكون يعني كوعي ودراعي مرتكز على المكتب نفسه او على الترابيزه اللي انا قاعده اشتغل عليها، ما يبقاش في الهواء، عشان كده بيحمل على الرقبه. الحاجه الثانيه مثلا ان هي طلبت مني ان انا دايما يكون الكمبيوتر او الحاجه اللي انا بشتغلها هي كانها في مستوى نظري. فلو انا حاطه الكمبيوتر وببص لتحت كده عشان اشتغل عليه، انا طول الوقت ضاغطه على فقرات الرقبه او مش حاطاها في كانها بوستشر صح، في وضعيه صح. فبحتاج ايه؟ بحتاج ان انا ابقى رافعه ويبقى كان عينيا كانها في نفس مستوى شاشه الكمبيوتر. فممكن احط كرتونه او مثلا علبه او كراسه عشان ارفع الكمبيوتر يبقى كده. نفس الحكايه برضو علو الكرسي، فما يبقاش الكرسي كانه مدلدل وانا كان انا ايديا ودراعاتي كانها متشعبطه في الترابيزه. بحتاج ان انا احط الكرسي ان انا كان يبقى في مستوى يخلي دراعاتي قادره ترتكز على الترابيزه من غير ما تبقى مرفوعه قوي لفوق فكتافي تعبانه ولا مدلدله لتحت. فبرضه ضغط على ظهري. دي حاجات كانت لها علاقه بالرقبه. الحاجه بقى اللي لها علاقه بالظهر كانت لها دعوه بان انا لما نقعد ان احنا نبقى مركزين ان احنا نبقى ساندين ظهرنا ونبقى فاردين كتافنا، ما نبقاش قاعدين منحنيين كده. والحاجه الثانيه ان احنا نبقى حاطين زي خداديه صغيره، مخده صغيره كده ورا ظهرنا كانها ورا من تحت وسطنا، فيبقى كان بالنسبه لي كان دايما ظهري مسنود. فبقيت لو انا الكرسي اصلا ما هواش فيه الجزئيه ديت اللي هي كانه متبطن بطريقه تسند الظهر، بقيت على طول معايا مخده صغيره بحطها عشان تسند الظهر. فدي دي حاجه من الحاجات. الحاجه اللي بعديها بقى فكره ان احنا لما بنيجي مثلا نقف كتير، بالنسبه للناس اللي بتوقف كتير بتحتاج ان هي تبقى لابسه جزمه مريحه للوقفه كتير. فانا ممكن كنت قبل كده مثلا ممكن بلبس جزم اللي هي كانها من غير كعب خالص. فالنتيجه انا بقيت فهمت ان ده بيؤثر تاني على الكعب بطريقه مش مظبوطه. فالنتيجه ان احنا بنلاقي كعبنا تعبانه ونلاقي نفسنا ظهرنا تعبان. هو ده بسبب ايه؟ بسبب الوقفه الكتير بجزمه مش مظبوطه.
فبنحتاج نلبس ايه؟ بنحتاج نلبس جزمه مثلا تكون لها كعب مثلا 2 3 سم، عشان بس يبقى كانها مش محمله على الكعب بوضعيه غلط. طيب اتمنى ان تكون يكون الفيديو دوت مفيد لفكره الظهر اللي تعبان. احنا كتير بنتهاون ونقول ايه يعني ايه المشكله؟ لا، خلينا نقف النهارده ونقول هي حاجات بسيطه، خطوات بسيطه ممكن نهتم بيها بصحتنا، ونلاقي نفسنا ايه ده، احنا بقينا حتى يعني علاقتنا بنفسنا احسن، ان احنا قلنا انا هركز النهارده ان انا لابسه جزمه نوعها ايه وهقف قد ايه، انا هركز النهارده ان انا مثلا احط مخده ورا ظهري، انا هركز النهارده ارتفاع الكمبيوتر قد ايه او الحاجه اللي انا بشتغل عليها، انا هركز النهارده ان انا احط دراعاتي على المكتب او على الترابيزه اللي انا بشتغل عليها. فيبقى احنا بنعمل شويه خطوات كده عشان نهتم بصحتنا. وطبعا لو احنا عندنا حاجه وجعانه فعلا مزمنه في الظهر او في الرقبه او في العمود الفقري او ايا كانت، خلينا نروح لمتخصص ويساعدنا، بلاش نتخاذل في العلاج، لان كتير قوي ان احنا نسارع بان احنا نكشف وان احنا نتعالج بيخلينا نخف بسرعه ونتعافى بسرعه، والاهمال بيخلي الموضوع يتحول الى حاجه مزمنه محتاجه ممكن علاج طويل وممكن ما تبقاش بتتعالج. فبلاش ان احنا نهمل في صحتنا، ويلا نهتم بيها في 5 دقائق.